مساء الخير يا شباب. بخصوص الفئة الأولى في شانجان سي اس 55 بلس، كان في ناس بتقول إن الصوت، طبعا احنا عارفين إن الفئة الأولى مختلفة عن الفئة التانية شوية، يعني السماعات في الفئة الأولى أقل شوية من الفئة التانية. أنا مصور لكم الفيديو ده من جوه الفئة الأولى اللي هي عربيتي. هي فيها قصة الصوت. أنا بالنسبة لي ده حلو جدا. ليه حلو جدا؟ لأن أنا كان كل العربيات اللي كانت معايا قبل كده كنت بحسن الصوت فيها بالجي ام والبازوكا. طبعا انا كنت بقلل البيس فيهم جامد، بس انا كنت ببقى عايز اسمع صوت بيز معين والتريبل يبقى مظبوط. ويعني انا بالنسبه لي بحب اهتم بتفاصيل التراك، مش الاغنيه حلوه ووحشه، لا، انا تفاصيل التراك بتفرق معايا، مش الكلمات اكتر منها تفاصيل التراك يعني. فهنا وصلت الايكولايزر معين. طبعا مع كل واحد انت هتعلي الصوت يبقى لازم هتقلل البيس شويه، هتوطي الصوت، وعايز تسمع تفاصيل الاغنيه يبقى الميد رينج هتعليه شويه. فالتفاصيل دي اللي هتفرق معاك. احنا هنا العربيه لما بتفتح بتبقى كده، هتخش على الميوزك، هتيجي هنا في الاخر خالص عند الايكولايزر. اولا هنا الساوند فيلد سيتنجز دي اللي بنعمل لها ريست ليه؟ علشان تبقى في السنتر بالظبط. يعني كل سماعه في الاربع ابواب بالنسبه للفئه الاولى تبقى مطلعه نفس الباور بتاع الصوت، فبالتالي تلاقي الصوت كله صابب في النص، فانت تبقى سامع الصوت من كل البيبان مظبوط. تيجي عند الايكولايزر، طبعا كل دي تظبيطات عالميه مظبوطه، يعني ستاندرد. لو انت هتبقى فلات، لو بوب هتبقى في البوب بتاعها، لو انت بتسمع اغاني بوب. بس عشان احنا مش هنعرف نتفصل الاغاني اللي بنسمعها، او بمعنى اصح بنسمع اغاني كوكتيل دايما، فهتيجي على الكاستم وهتزود التريبل على الاخر، عشان ده التفاصيل بتاعت السكسكه شويه في اي تراك. والبيز ده البيز بتاعك. انا مش بعليه قوي، لان انا لو حبيت اعلي الصوت نوعا ما عشان وانا قاعد يعني، او الدنيا المود جايب كده، ما يبقاش السماعات هتطرقع مني يعني. الميد رينج دي تفاصيل الصوت بتاع الشخص المتكلم المغني، ممكن صوته يبقى واضح او لا. طبعا انت هنا هتقول لي ان الصوت بتاع المغني ممكن يبقى قليل جدا، او صوت البيز يبقى عالي قوي. لا، طب ما هتيجي نسمع على هذا الوضع بالصوت اللي انا بسمعه يعني. هو انت مش كنت طيب؟ وده هو مش كان قريب؟ هنشاور ونعيب على مين ولا مين؟ الحلو بقى وحش، واللي كان مكمل طفش، بالونها وبتتنفش، وهي بني ادمين. الدنيا ملبشه، كله بعد العشاء. محدش يقول لي ان الصوت وحش، انا البيز ده عمري ما سمعته في عربيه تانية. فظبطوا الايكولايزر ده، الدنيا هتختلف معاكم خالص بعد كده. بص، انا لما جبت الستاندرد، الكاستم بتاعي متسجل زي ما هو. بصوا فرق الصوت. اتمنى اكون يعني وصلت الفكره شويه. You don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us. You know the car